اوعوا تعملوا صينية البطاطس بالفراخ قبل ما تعرفوا التكات اللي هقولكم عليها في الفيديو. بجد الطعم رهيب، لازم تجربوها وسهلة جدا. هتعملوها في 3 دقايق. هجيب حوالي 4 أو 5 بصلات كبار وأقطع البصل بأي طريقة، ممكن كمان أبشرهم. هنزل على البصل بالملح، حوالي معلقتين ملح وفلفل اسود معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة بابريكا، وكمان معلقة صغيرة من السماق، وتلاتة أو 4 من القرنفل، وتلاتة وأربعة من الحبهان، ومعلقة صغيرة جنزبيل، وكمان بهارات فراخ، وورقتين أو 3 من اللورة، وجوزة الطيب، وتوم مفروم، وعصير ليمونة كبيرة، ومعلقتين من دبس الرمان، ومعلقتين من الزيت. وكل ده أقلبهم كويس مع بعض. أنزل عليهم بالبطاطس اللي أنا مقطعاها وأقلب كله مع بعضه، وبعد كده أنزل بالفراخ اللي أنا مقطعاها وغسلاها كويس وأدخل فيها التتبيلة كويس. أغطي بقى الصينية بورق زبدة وعليها ورق فويل وأدخلها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي ساعة إلا ربع. ممكن كمان أفتح الشواية على الصينية حوالي 3 دقايق وأطلع أحلى صينية بطاطس بالفراخ. لازم تجربوها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع السلامة.